السلام عليكم. أول مرة أطلع من غير ما أكون مجهزة حاجة أقولها، بس حاجة جوايا عايزة أطلع أقولها. يمكن ناس كتير أوي بتمر بيها بعد غياب طويل شوية، مش قوي يعني، على القناة عندي على اليوتيوب. فحبيت أطلع أتناقش معاكم بدل ما أنا قاعدة لوحدي والناس قلقانة عليا، وربنا يبارك لكم بجد. يعني عايزة أقول لكم إن أنا مبسوطة جدا بالكومنتات وسؤالكم ودعائكم ليا، وكل حاجة جميلة بجد. أنا ممتنة ليكم جدا والله. عشان ما اطولش عليكم آه عايزه اقول لكم، اوقات الانسان بيمر بضربات كتير قوي في حياته، وبمشاكل كتير جدا في حياته بتخليه حرفيا مش ملاحق يلاقيها من هنا ولا من هنا ولا من هنا، مش عارف. فبتفضل تتصدم وتتعب، ونفسيتك بتتعب وتنهار، وبعد كده فجأة تقعد كده مع نفسك، ربنا يمن عليك بصحوة روحية. صحوة روحية. تقعد كده، هو انا ليه بيتعمل فيا كل ده؟ هو انا ليه ربنا بيعمل معايا كده؟ هو اشمعنى انا؟ فكل الاسئلة اللي انت كنت بتسألها لنفسك دي زمان، في الصحوة الروحية غير. تقول ايه؟ اكيد ده خير ليا، اكيد ده خير ليا، اكيد ربنا رايد لي حاجة احسن وشايل لي حاجة احسن، انا معرفهاش دلوقتي، هتيجي بعدين. فيبقى جواك سلام نفسي وهدوء، بس في نفس الوقت عايز تقعد مع نفسك، تفوق مع نفسك، عشان عارف وايقنت وتأكدت ان مفيش حد هيداويك غير قعدتك مع ربنا. مفيش حاجة في الدنيا، لا كلمة معلش ولا طبطبة ولا احتواء ولا اي حاجة. الانسان محتاج كل ده طبعا، مش هنكذب على بعض، بس اصبح ده اللي عندك مش شيء اساسي، شيء بجانب الشيء الاساسي اللي هو انت معاك رب الكون، مش محتاج حاجة تاني. فبتحتاج انك تقعد مع نفسك كده، وتقعد كده مع ربنا. يا رب انزل على قلبي السكينة، يا رب داويني، يا رب خفف عني، يا رب انت عالم باللي جوايا، يا رب وحدك اللي قادر تطلعني منه تطلعني منه يا رب، ماليش غيرك، ماليش غيرك. فتقعد مع نفسك، اللي هو قاعد كده بتفكر في حكمة ربنا، وبتسترجع اللي حصل لك زمان والمواقف اللي حصل عكسها، فتقول ايه ده انا حصل لي موقف زمان وكنت عماله اقول ليه يا ربي واستغفر الله العظيم يا رب، وكنت متضايق جدا، وبعد كده فوجئت ان دي كانت هديه من ربنا ليا. الموقف ده حصل عشان يقويني، الموقف ده حصل عشان يخليني احرص من الشخصيات اللي شبه الشخصيات اللي انا قابلتها في حياتي. والموقف الفلاني حصل عشان يخليني صامد وصابر، وارجع لربنا عشان هو عايزني ارجع ليه. بكل بساطة ان ربنا بيغير على عبده وعلى قلب عبده لما يروح لحد ليه فيقول له تعالالي ارجع لي بقى تاني. ف بتصبح انسان بعد ما كل حاجة كانت بتضايقك وكل حاجة كانت مزعلاك في الحياة، انك بقيت خلاص مش فارق معاك حاجة. ممكن تزعل شوية، بس مش الزعل بتاع زمان. لو تلاحظ خلاص عارف اللي هو انت خلاص بقى عندك مناعة من الصدمات، مناعة من الأذى النفسي اللي الناس بتحطك فيه، مناعة من أشكال ما يعلم بها الا ربنا قابلتها في حياتك. فخلاص بقى بقى عادي يا جماعة، اللي بعده يلا اقلب وهات اللي بعده. بتزعل شوية، بس الزعل ما بيكونش خارج من قلبك زي زمان، وقلبك يوجعك وتبقى صحي قلبك مقبوض ومش قادر تتنفس والدنيا ضيقة بيك وتنهار خلاص. لا لا لا، اللي هو يعني تمام، خلاص
الحمد لله يا رب، بس انا محتاجه اقعد مع نفسي، محتاجه اقعد مع نفسي حزين، بس مش الحزن بتاع زمان، بس محتاج برضو تقعد مع نفسك كده، عشان عارف ان مفيش حاجه هتداويك غير ربنا. تلاقي نفسك الحاجه اللي كانت بتاخد معاك وقت وزعل اسبوع واسبوعين وثلاثة وعشرة، ما بتكملش معاك يومين، ما بتكملش معاك يوم، ما بتكملش معاك ساعتين، ما بتكملش معاك اللي هو خلاص خلصت، ايه ده، طب تمام الحمد لله خلاص شكرا. بس انت محتاج تقعد مع نفسك، محتاج تقعد مع نفسك ترتاح، تستجم، بعيدة عن الناس، عن مشاكلها، عن حواراتها، عن كل القرف اللي في الحياة ده بجد. فسبحان الله تلاقي ربنا نزل على قلبك السكينة والهدوء، بقيت مستسلم لأمر ربنا. الحمد لله يا رب، أكيد خير. أكيد خير، أكيد الشخص ده بعد عني عشان خير ليا والله، أكيد الإنسانة دي ظهرت على حقيقتها عشان برضو خير ليا والله، عشان مفضلش فاكرة ان هي صديقة وفية او انسانة كويسة في حياتي وهي اصلا انسانة مش كويسة، وهكذا. فتبتدي تلاقي مبررات وتلاقي اسباب منطقية لوجيكال في عقلك، اللي هو ما هم اكيد بعدوا عشان ربنا شايف اللي انا مش شايفه، فتمشي كده بحياتك. ما هو انا مرضت وانا تعبت وربنا حطني في المأزق ده والاختبار ده عشان يشوف انا هصبر ولا هقول يا رب انا مش قادر اصبر ومش هحمد ربنا واستغفر الله العظيم يا رب، واقول ليه بقى، وابص للناس وابص لحياة الناس. ليه ربنا بيحطك في الاختبارات المرض واختبارات الضغط، وليه كل الناس اللي انت بتتعلق بيهم بيمشوا من حياتك، وليه كل الحاجات دي؟ انا بجاوب برضه على بعض اسئله كانت بتتسال لي في الكومنتات على القناه عندي بكل بساطه. ليميز الله الخبيث من الطيب. ربنا برضه عايز يشوف نيتك وانت هتصبر ولا لا، عشان ترتقي روحك وتوصل للصحوه الروحيه وتفهم ان دي مجرد دنيا ليس اكتر، جايه من كلمه دنو. يعني شيء ليس له قيمه. القيمه امتى يا جماعه؟ في الاخره ان شاء الله، يوم نلتقي امام رب العباد ويأخذ كل ذي حق حقه ولا تظلمون فتيلا. محدش هيتظلم، كل واحد هياخد حقه، وباذن الله نتجمع عند ربنا سبحانه وتعالى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاجات كتيرة قوي، والناس اللي ما بتاكلش حقوق غيرها، والناس اللي ما بتاكلش اموال غيرها، والناس اللي ما جرحتش، والناس اللي ما هانتش، والناس اللي ما خدعتش، والناس اللي ما ظلمتش، الناس الوحشين دي كلها مش معانا ان شاء الله. دي الناس اللي احنا هنقتص منها يوم القيامة، الناس اللي سحرونا واللي اذونا واللي خدعونا واللي كذبوا علينا واللي غشونا واللي استباحوا حرمة، يعني مش عارفة اقول ايه والله، انتوا عارفين. كل اللي اتعمل فيكم يا جماعة وكل اللي اتعمل فينا ان شاء الله مجموعون يوم القيامة، وسنقف امام الله الحكم العدل وسيقضي بيننا بالحق، وهنروح نشتكي لربنا ونحكي له. ساعتها انتوا مالكوش محاميين، وساعتها نرجسيتكم مش هتنفعكم، وساعتها مبرراتكم مش هتنفعكم، مبررات الداخلية اللي انتوا بتبرروا بيها لنفسكم عن اذى شخص، عن امانة ما صنتوهاش، عن حاجات كتير قوي، عن خداع ناس عشان انتوا مبررين لنفسكم اصل كذا، اصله يستاهل، اصل هتقولوا ايه لربنا؟ مش هتعرفوا حتى لو جهزتوا الرد من دلوقتي، هتتلجموا. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ايه بقى الحكمة من اللي انت فيه دلوقتي؟ الحكمة من اللي انت فيه لو انت ما وصلتش للصحوة الروحية دي، فأنا بقول لك من مكاني هذا ومن وصولي لذلك المكان يعني ان ربنا بيعمل معاك كده يا فندم عشان تكون أقوى، وعشان تقدر تواجه الصدمات، وعشان تقدر تواكب اللي جاي، تقدر تتعامل مع النفوس البشرية اللي ربنا يعافينا منها، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، وتقول الحمد لله يا رب ان انا ما طلعتش زيهم.
الحمد لله يا رب ان ربنا خلى قلبي طيب. اي نعم دي عيب في زماننا، بس ميزة بين اهل السماء. انت مش مشهور في الارض، بس مشهور بين اهل السماء. ان الله يحب فلانا فاحبوه. فتلاقي الناس الخبيثة مش طايقاك، والناس اللي بتكرهك ومنفسنين من جواك يعني مش طايقينك فبيبعدوا عنك. فتقول هي الناس بتبعد عني كده ليه؟ هو ليه ناس قليلة قوي ويتعدوا على الصوابع هم اللي جنبي، ويمكن مفيش اصلا. يمكن انت دعيت في مرة وفي يوم من الايام وقلت اللهم اصرف عني خبثاء النوايا، فربنا صرفهم عنك. عشان كده اصبحت لوحدك للاسف. انت في دايره كلها ناس خبيثه، فالناس الخبيثه دي مش قادرين على طاقه النور اللي جواك. الصفاء فعلم الله ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم. يكفيك ان انت السكينه تكون ماليه قلبك وراضي عن نفسك وعن علاقتك بينك وبين ربنا، فالحمد لله يا رب. انا مش عايز حاجه اكتر من كده بس.